أهلا بكم. آلام الكرد الفيليين أصبح جزء من تاريخهم، لكن الجزء الأكبر من هذا التاريخ هو وقوفهم في وجه حاكم ظالم وقتالهم ضد نظام حكم مجرم. راح نتعرف بهاي الحلقة اليوم على قصة الحاج حميد فارس وشقيقته أم مجتبى. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. شعاركم ما يمثلني، هذه الجملة قالها الحاج حميد الأزلام البعث. الغريب في الأمر أنه كان في وقتها طالب في المرحلة الإعدادية، شاب صغير، لكن عقله مدرك أنه هذا الحزب المجرم هو حزب عنصري وما يمثل أبدا الكرد الفيليين في العراق. هو مو بس معاناته ويا حزب البعث، احنا يعني الكرد الفيليين حتى بنظام الملكي همنا يعني كانوا يناضون ضد النظام الملكي. يعني في بعدين يعتبر شارع كفاح شارع الثورات، يعني أم الثورات الشارع كفاح، لأنه هو شارع كفاح تعرف يعني كل أكراد فيلية ساكنين بيه. من ضمنه مثلا خالي عزيز مراد الله يرحمه استشهد بسنة 52 يعني نظام الملكي. بعد اجوا يعني خلينا نقول النظام الجديد لو النظام الجمهوري، من ضمنه يعني اللي اذونا اكثر اذوا الكرد الفيلي هو الحزب البعث في يعني لحكم العراق. يعني من طلعت كمال بدرجتين، والمدير هم صاحبي كان يجيني للمحل المكتب، كان يجيني بوقته. فمن طلعت كمال بدرجتين قلت له للمدير، المدير قال لي والله مو بيدي الاتحاد الوطني، انا كنت اداوم ليلي. فرحت عليهم قلت لهم يابا انا طالع كمال بدرجتين، بكر تساعدوني، خامس علمي كنت ذاك الوقت. اول مره احنا رحبوا بي وهذه، وبعدين قالوا لي يابا انت بعثي؟ قلت لهم لا والله انا مو بعثي. بالاتحاد؟ قلت لهم لا والله مو بالاتحاد. قالوا زين انت اذا تقدر مثلا تصير بالاتحاد بالحزب احنا نقدر يعني نساعدك بهالموضوع. قلت لهم يابا انتم شعاركم أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، احنا هذا ما يشملني إلي، انا كردي يعني، بس يشمل خلينا نقول يعني العرب، يعني حزب عنصري بصراحة أقول لك. فمع الأسف بقيت هناك بعد الخامس سنة، رسبت بالخامس العلمي، ولهذا يعني كانوا يحاربونا. مثلا يعني مثال أقول لك، كان عندنا مدرسة الفيلية الابتدائية اللي أنا كنت بيه موجود، طالب كنت بيه. التجار الفيليين الكرد الفيليين أسسوه، يعني هم من عندهم كانوا يدفعون حتى اشتروا بيت كلش كبير بحوالي 15 إلى 16 غرفة طابقين، موجود لحد الآن موجود. هذا باب الشيخ موجود، المدرسة كانت بباب الشيخ. فمن اجى صدام
يعني منع هاي المدرسة وفلشها وقال احنا لازم يصير كل المدارس تحت سيطرة حكومة البعث، حزب البعث. عدم انتماء الحاج حميد وأشقاء الحزب البعث بالإضافة طبعا لكونهم كرد فيليين جعلهم هدف الأزلام هذا الحزب المجرم. لذلك تم اعتقال الحاج حميد مع أشقاء الثلاثة. لحظات صعبة ومؤلمة عاشوها بالمعتقل، خصوصا لما شافوا شقيقهم الأكبر الحاج مراد يتم تعذيبه أمامهم. يعني صار عندنا يعني ملاحقة له. أصلا احنا عائلتنا يعني 6 أخوة، يعني ما انتمينا إلى مثلا حزب البعث، رغم انه المنطقة كنا معروفين، كانوا يفاتحونا، احنا ما كنا نقبل يعني نتعاون وياهم، لو مثلا نصير وياهم بعد. يعني خلي اقول لك ما عندنا كردي فيلي متعاون بشكل جدي ويا حزب البعث، ما عندنا ابد، ما عندنا يعني كرد فيلي ما عندنا بهالنموذج هذه. شفت بيتنا سيارات، ذاك الوقت المخابرات كان يستعمل سيارة بيجو ابيض، كان سيارتين بيتنا بالركن، واحد واقف بالركن الاولي والاخ منا واقفين. طبيت بالبيت قلت لهم ترى بيتنا مراقب، قالوا لا مو ان هذه اكو احتمال. انا قمالنا كان واحد قومي رحمه الله على روحه مات، قال اكو احتمال من جماعه جمال عبد الناصر، قال اكو احتمال هذا جايين. اشوف الثنتين انا كنت نابق الطابق الثاني ما اشوف الا رشاشه فوق راسي. فاخذونا اني وثلاثه من اخوتي، من ضمنهم اخوي الكبير حجي مراد. فاخذونا، اول ما طبينا بالسياره شدوا عيوننا، ذبونا بالسياره، وانا اللي عرفت من طلعت افتهمت احنا ماخذين لوزاره الدفاع. اخذونا في الساحه كبيره تقريبا الدائر ماله يعني بنايه باني بس دخول بي، نزلوه الحجي مراد وقفلوا السياره علينا. يعني احنا ثلاثه، احنا اربعه كنا، واحد حجي مراد من اخذوه، بقينا ثلاثه بالسياره، قفلوا السياره علينا قدامنا. والله عذبوه الحجي مراد، اثنين حتى فلقه هم ضربوه. زين يابا شنو القضيه؟ انتم تتعاونون ويا الاكراد في كردستان العراق، تدزون فلوس وما تدزون فلوس وتعاونوهم ماديا، وبعد عندكم ويا حزب ويا الاحزاب الدينيه، حزب الدعوه. على اي حال يعني هوايه ضغطوا علينا، طبعا احنا ما كان عندنا شيء. ف وراء يمكن يعني ما طول شيء اطلقوا سراحي الي واثنين من اخوتي. بقى حجي مراد لانه عذبوه هوايه، كان اثار التعذيب عليه. بقى مده يمكن لو شهر لو 40 يوم، بعدين اطلقوا سراحه. ايه صراحه شلون وضعيته؟ والله وضعيته كان يعني اثار التعذيب عليه، يعني مثلا مال الفلقه، كل حبل مال الفلقه يخلوه بالرجل. يعني بقى حوالي يمكن 3-4 اشهر بقى، ظهره ضاربي، ايده شاوي، وما حصلوا شيء. يعني ما، لانه احنا مثلا ما كان عندنا مثل هيك يعني نعترف لو نقول مثلا كنا نتعاون ويا مثلا الحركات الكرديه لو احزاب الدينيه في العراق. مش ايش قد تاذى هو هذا صدام، ايش قد اذى، مخصوصا الكراد الفيديه، مخصوصا احنا اللي اذينا. 4 اخويا سويه، 4 اخويا من البيت بالليل يجوا ياخذوهم. ايش ما ندري ايش صار بي. ابويا كان يطب التواليت يضرب راسه، اخويا الصغير كان يطب التواليت سعيد يضرب راسه، انا ابقى ورا وذول 4 ما اخذوهم ما ندري عليهم شنو. احنا كراد فيليه، احنا كراد فيليه، اخذوا 4 من عندنا ما ندري شو. واحد خالينهم والله من يجوي هم 4 اصلا ما كنا نعرفهم، بس الله انطانا وياه. مرت له الدعاء مال امي، مو احنا مو خوش اوادم، بس امي كانت تندعي لرب العالمين رأسا كان ينطي، احنا لا، شو تريد من الله ينطيها. ما شافت
اي والله ما شافت. احنا كل شيء شفنا، كل شيء شفنا بعيني. اخويا توفى، ابن اخويا بعد شاب هيك ما بي من النوم وتوفى. حتى هذول الأربعة من نجي نسمع عنهم خبر قلنا لنا هذا هو ماتوا واخذوهم، قلنا نشوفهم أربعتهم ما نشوفهم. الأربعة من ضمنهم التاجر. اي حميد وعلي ومراد وغلام، أربعتهم. علي أخويا كان ومراد وغلام وحميد. زين شلون لقيتوا بأخوك مراد؟ أول مرة هذول بس ما عندهم خبر من شو اسمه من مراد. قلنا هذا هو مراد راح بعد خلاص. شلون؟ اي هذا كلش. بعد انا صغيره كنت امي يعني مراد جاكم ورا ما رجعوا اي ورا شهر يمكن. اي ورا شهر حجي مراد هذا كان لحيته. انتم 4 اللي مفقودين عندكم، رجعوا 2 ورا حجي؟ لا رجعوا 3 رجعوا بس حجي مراد ما رجع. حجي مراد تتذكرين اليوم رجع بيه؟ اي بس شفت من طب جوا. انا صغيره كنت مو هلقت يعني، بس شفته يعني. بس امي ليش تاثرت؟ اختي الكبيره مرت اخويا هي حجي مراد مرته تاثروا هوايه. اخو طبعا واحد شلون ما يتاثر. احنا ما صدقنا. مره لو خذني نشوفهم. انا كنت صغيره امي كانت تحكي مثلا تقول ويا رب العالمين يصير اشوف مرات لخ ولدي. اي اشوفهم مو توعدت ويا رب العالمين كانت تحكي ورا بس سطح والتنور ويا التنور تحكي والنار. قلت لها ايش تحكين يوم عافيه هيك لسه. انا كنت اخاف لها اخو صغيره كنت قلت ايه هسه هاي امي تموت. كنت اخاف. بس ابويا كان قوي زين بس يبكي ويا نفسه بس هذا. بس امي لا، امي بس كانت اسوي الخبز هذا الحميد العلي السعيد الحميد الغلام. قلت هاي علما لا خلي لهم اياه. قلت لهم بالسجن انا كنت صغيره. قالت لا تحطين ايدك ذني الاربعه خليهن ذني الاربعه حتى هذا مال التنور يوحي رب العالمين يرجع لي جهالي. امي كانت هيجي. امي كلش حنينه كانت. دماك حكاية تتلو النشيدا وجرحك قد غدا صبحا جديدا. دم الفيل كم يحكي وفاء وهذا العطر قد عرف الشهيدا. تراب الأرض أزهر بعد نار بسقيا من دم نال الخلودا. تم تهجير الحاج مراد شقيق حميد الأكبر بعد اعتقاله في اجتماع غرفة التجارة الشهير. بعدها بفترة عرف الحاج حميد عن طريق اتصال هاتفي أنه عائلته بأكملها تم اعتقالها. قريبا راح يهجرون قسريا للجمهورية الإسلامية. لذلك قرر أن يسلم نفسه لسلطات النظام البائد حتى يلتحق بعائلته بالمعتقل. هم دعوا التجار كليتهم على اساس اجتماع. طبعا بس دعوا التجار الفيليين يعني قولتهم كاتبين بالشهاده الجنسيه تبعها. غير الفيليين ما ادعوا. ظاهر مدعيهم بعدين اول مره فد ترحيب هيك عادي وبعدين لا فيهم ماخذين من الامن ومن الامن ذابين بالحدود. احنا طبعا ما حسينا بالموضوع ولا عرفنا. قلنا يعني تعرف الوضع هناك كان هوايه صعب. يعني انت ويا اخوك ما تقدر تحكي. حزب البعث بعد هو العفالقه. فبعدين حسينا وراه حسينا يعني اكو تسفير بعد راح يدزونا شو يسموه الايران. اي فانا كنت بالمحل اعتقد يمكن 14 في شهر 14 4 هالشكل.
ما اذكر التاريخ بالضبط، بس هالشكل هالوضعيه هاي يعني يوم ناقص يوم زايد يومين ما اعرف بيه. خابروني الساعه 11 هالشكل كان، خابروني قالوا يابا ترى جايين بالبيت واحنا يسفرونا راح ياخذونا، انت امتى حاجه. فاني رحت بصراحه، رحت شفت بيتنا مقفول، رديت اطفر بالبيت على الاقل اطلع الغراضه ابيعها. جوارينا ما قبلوا خطيه، قالوا عمي لا تسوي مشاكل، هذول تعرف يعني اذا يحسون يخلوك بالسجن ويأذوك وهذه. على اي حال ما خلوني، فرحت انا للمركز هناك. رحنا المركز بالليل اشو إنه يعني صاحوني إلي وأخوي علي رحمة الله على روحه، توفى علي. يعني خلونا على صفحة، بعدين شوية شوية خلونا يعني مثل الغرفة، بس هو مثل السجن بغرفة. فبالبيت يعني بالسجن والدتي ووالدي واخوتي قاموا يصيحون ليش تاخذون اشترون من عندهم انتم؟ قالوا لا هذول يبقى ضيوف عندنا. تتذكر مجتبى كل التفاصيل المؤلمة اللي مرت بيها مع عائلتها من لحظة الاعتقال إلى التهجير القسري. كان الخوف هو الشعور الوحيد اللي تحس به أم مجتبى، خوف من الأسلحة الموجهة عليها وعلى عائلتها، وخوف من باكر واللي راح يصير بيه، وخوف على أشقائها الاثنين اللي ما تعرف شنو مصير. احنا الصبح كنا الساعة 9 الصبح جوي علينا بالرشاشات وأسلحة، طبوا جو علينا، طبوا علينا جو، قالوا لنا تحضروا نسفركم الإيران. احنا قلنا ليش يعني يسفرون؟ قالوا انتوا إيرانيين ولازم تطلعون منا. شنو السبب؟ ما ندري السبب شنو هو. هجموا علينا كلنا تحضرنا. كنا أبويا كان وأمي وأخوتي، 6 أخوة كان عندي و3 خوات احنا، وأبويا وأمي احنا سوية كلنا تحضرنا وأخذونا جوي علينا. ردنا ناخذ فد غراض أشياء، قالوا أنتم ما عندكم حق أي شيء تشيلون منه، بس لباس اللي عندكم الهدوم اللي لابسين بس هذني. أختي الكبيرة قالت خلي ناخذ فد ماكينة فشي، قال ما أخلي. أختي الكبيرة ذبت الماكينة بالقاع، قالت لعد إذني الغراض شو نسوي بيه؟ قالت هذا مالنا، حقنا مو حقكم أنتم. جو يسافرونا أخذونا للمدينة الحرية، السجن مال مدينة الحرية. خلونا فد صالون طويل كان، كلنا هيك فتسوي على جهالها. من أنا 14 سنة عمري، وأخوتي هم يعني زين كانوا زينين، وأختي صغيرة كانوا، وأخويا وأبويا وأمه كلنا سوية سفرونا. بقينا ليل بالمدينة الحرية ليلة واحدة بالسجن مال المدينة، بس ما أدري يعني زين أتذكر. جوي قالوا ليش هيك نايمة؟ أول مرة ضربوا واحد منا ما أدري، أختي كانت الصغيرة قالت له زين نامي، كانت هي مو زين نايمة. يعني أختي هم خافت وإحنا هم خفنا صحيح، يعني خوف كان بجسمنا، مو يعني من يجون بالأسلحة فوق راسك شي يصير بيك أنت، صح؟ بعدين جوي ليلة لوحدة نمنا بالمدينة. جوي أخذونا للسجن مال كاظم، من نومونا من السجن مال الكاظم. جوي أخذوا من عندنا 2 ولد، واحد حميد وواحد علي أخويا، ذاك متوفي هسه أخويا علي. أخذوه من عندنا، وبعد من أخذوه من عندنا أمي تدري بها تأثرت هواية، وأبويا وأخوتي وأخويا حجي غلام وكلنا يعني حجي مراد، وتأثرنا هواية. شو نسوي؟ هذا الله بعد كاتب لنا. يعني كان ياكل هو بس؟ اي ويانا، كان الليله ويانا، بس قالوا لنا انطونا فد شرط بطانيات فد اشياء. قلنا احنا منين نجيب بطانيه فشي نعطيهم؟ هم قالوا لنا هيك يسفروكم بعد روحوا. هذا هو. نومونا ليله واحده هم بهذا السجن مال كاظم ما ادري شو اسمه. نمنا ليله اخذوا من عندنا حميد وعلي، اثنيناتهم اخذوا من عندنا. اخذونا من عندنا، رادوا ياخذونهم سعيد اخويا، بس احنا ضميناه بعد، اخذنا اخويا سعيد ما اخذناه ويانا. هذا الحدود شو اسمه كان، هسه تذكرت نسيته والله، واحد ينسى. انا 14 سنه كان عمري. السجن مال شو اسمه يماني ما ادري اماني اسمه. ليلتين بقينا هناك، ليله قالوا لنا ابقوا هناك حتى هو الرئيس يجي صدام يعطيكم فلوس، ما انطانا، وقال لنا طلعوا برا بعد.
ذبونا هناك مشي رحنا لإيران. منو يجي يستلمنا؟ ايش قد مشيتوا؟ هواية تقريبا ساعة ساعة ونص. كنتوا هواي عوائل لو؟ اي كومة عوائل، مو بس احنا، هواية منا كانوا ينزلون هواية عوائل. هذا يا ضمير الحاكم الجلاد، هذا يا ضمير الحاكم الجلاد، وما يذكر اسمنا ولا ضحايانا. هذا يا ضمير الحاكم الجلاد، وما يذكر اسمنا ولا ضحايانا. احنا اولادك الفيلية يا بغداد، وتاريخ الظلم مكتوب بدمان. هذا يا ضمير الحاكم الجلاد، وما يذكر اسمنا ولا ضحايانا. احنا كرادك الفيلية يا بغداد، احنا احبابك الفيلية يا بغداد، وتاريخ الظلم مرسوم بدمانه. من أرض الوطن طردونه الأوغاد، وما خلوا ولدنا يجون ويانا. الحاج حميد وشقيقه علي تنفصلهم عن باقي أفراد العائلة وترحيلهم إلى سجن أبو غريب. هذا الإجراء هو اللي جعل سجون نظام الطاغية مليئة بالشباب الفيليين اللي كثير منهم أصبحوا فيما بعد مغيبين. احنا ندزهم وراكم ان شاء الله، ما عندنا دولة شباب وهذه. اثاري هم عندهم قرار يعني من 18 سنة الى 40 سنة لو 35 ما اذكر بالضبط يعوقوه. مثل عندنا هسه 22,000 شاب كردي ايش ذابوا لحد الان ماكو كل خبر عليهم، حتى رفاتهم مو موجوده. يعني هالقد يدورون مدى يلقون مكانهم وين، ما ادري. بالتيزاب ذوبوهم، ما ادري بالمثرمه، ما حد يعرف عنهم، ما حد يدري وين صاروا. فبعدين اخذونا انا واخويا علي، اخذونا السجن كاظميه، بقينا مده هناك. وراء دزونا لابو غريب. انا عمري كان 20 سنه وعلي 18 سنه. اخذونا لهناك، بقينا هناك. اشو كل يوم كل ليل بالليل الساعه 10 9 11 مو يعني ما هذه يجون ياخذون واحد من عندنا. انا يعني تعرف ابو غريب هذا نسيت اقول لك. ابو غريب احنا من اخذونا يعني انا حسيت بعدين، يعني مو حسيت، يعني اتهمت من كنا نفوت على السجن يطببونا على الجملون. كان اكو جملون قبلنا، احنا اخر جملون كنا. الجملون متالف من طابق، يعني طابق الارضي وطابق فوق، كل طابق ب 300، يعني 3 طوابق 1800 شاب. فاكو مكان همينه يعني مثل خلينا نقول عليه تشمس به يوميا، خلونا ساعه نتشمس. كل طابق ب 300 الجملون. الطابق الاول 300، الثاني 900. لا 300 ب 300 يصير 600 في 3 طوابق 1800 شاب هالشكل. لا ويانا ايضا مثل تبعه من غير مكان ما اعرف. رغم مرور أكثر من 4 عقود، لكن أم مجتبى ما قدرت تنسى معاناة وألم والدتها على فراق أبنائها حميد وعلي اللي تنفصلهم عن العائلة قبل التهجير. كانت عيونها على الباب كل يوم وكل ساعة تنتظرهم عسى أن يفتحوا. اي تأذينا هواية، كلش تأذينا، كلنا تأذينا. اللي تأثير اللي أثر علينا 2 أخواننا، لأن أمي ما كانت لا تشرب ماء ولا شاي، تخلي شاي على تخلي شاي قدامها وتخلي شاي. لا هذا علي أكل، حبيبي سعيد حميد أكل، ماما أكلي. لا أبد هذا مال حميد وهذا مال علي. أنا إلا أشوف ولدي
من شفت ولدي يلا اني اكل. بابا حب مام عافيه تموتين ابد. ابويا كان يوسل بي، اخويا الكبير كان يوسل عافيه يوم شويه بتذوق المي ابدا. شهر كامل 3 اشهر مو شهر، 3 اشهر كان 3 اشهر ابد ما ضاق. امي ما ضاقت المي ولا الاكل. بابا هسه قلنا حتى تموتين، قالت لا اني الا اشوف ولدي. قرر الحاج حميد مع زملاء المعتقلين أن ينظمون إضراب عام في سجن أبو غريب عسى ولعل أن يتم إنصافهم. لكن اللي جرى بعد الإضراب أثبت للشباب الفيليين المعتقلين أنه قاموس حزب البعث المجرم خالي من كلمة إنصاف. قانونهم هو قانون الغاب ما بيه أي عدل. فباليوم كان يخلونا ساعة نتنفس، فهذه اكو فسحه احنا من يخلونا يعني مثلا نتنفس مشرفين على الشباك، شبابيك الصالون الثاني لو الجملون الثاني. فهالجملون يحكي ويا الله، قلنا يابا احنا باكر نسوي اضراب نكسر السجن. واذكر 1 ايار كان يوم خميس، فكسرنا السجن وصعدنا فوق السجن وظلينا نصيح لو طلعونا، واحنا يعني ما عندنا شيء عراقيين وهذه بالشعارات اللي كان عندنا ذاك الوقت. على اي حال اتذكر جوي هليكوبترات قعدوا اماكن خاصه عند ابو غريب يقعد عليه هليكوبترات. اجا واحد قال اني فدعم التكريتي، من اتذكر اسمه لحد الان، من قبل سيد الرئيس صدام جاي لكم، انتم ولدنا، انتم شبابنا، وانتم هذه راد يقنعنا ينزلنا يعني ننزل جوه. احنا توقعنا من ننزل جوه مره ثانيه يدزونا للجملونات مالتنا. على اي حال قنعونا يعني. وواحد من شباب الكرد الفيلي من قال اني من قبل صدام حسين، يعني ما يصير الفظ كلام، يعني سب صدام حسين. زين هذا من يعني سفرونا قضيه اخذوه بوحده بعد ماكو كل خبر عليه، انتهى بعد. اي على اي حال نزلونا قنعونا، نزلونا بغرف 9 متر وكل غرفه بي 12 شاب. اي عقاب. بس احنا كنا يعني جسورين بوقته، يعني بوقته من جابونا بطانيات قلنا لهم فدعم التكريدي قال اليوم خميس انا سبت اجيكم افض شغلتكم اطمئنوا. قلنا لهم يابا انتم سبت منطينا موعد، اذا ما يجي شقات كان عندنا وقلنا ما هي شقات وهاي البطانيات نحرق نفسنا، يعني ما تلقون كل شيء من عندنا. فهم قالوا يابا احنا وعدنا وعد واوكي، وهو هذا فدعم. يعني قال السبت انا ادز جماعه يحلون يعني يحلون الموضوع ويتفاهمون وياكم ان شاء الله، انتم عراقيين وشباب واحنا نعتمد عليكم، انتم الجيل الجديد. وعلى هالحكي هذا صبغ البايه. اي بعد صار السبت جوي 100 كان ياخذونه، انا ما ادري وين ياخذونه. كان اللي بالباب كان عرف، يعني الحارس اللي بالباب كان عرف، كان يعرف عمي كان يعرفه، وظاهر بعد السقوط اتهمت، كان يعطيه فلوس يعني يجيب لنا حتى نشتري حاجيات بالحانوت مال السجن. فكنت اساله اقول له يابا الجماعه وين راحوا؟ يقولوا يابا جماعه انا بارح اشوف الجماعه من عندهم ابو نواس وهذا عاديين ويعني ما موجودين ببغداد. فاجى سرانا احنا 100 نفر رحنا. انا قبل طبعا كنت يعني بامن العام طاب، فبالطريق وقبل ما نطب الامن العام بالتامين وهذا قلت له علي اخوي خطيه كان يسالني هذا وين ياخذونه وين؟ قلت له من افتهمه، قلت له عمي طببونا للامن. جينا للامن هناك كان ياخذونا 5-5. ال5-5 مثلا ياخذونا مكتب فخم وواحد قاعد ورا الميز وموجود مثلا يقول لك شاي قهوه اشتري كيك مثلا يخدموك. احنا طبينا انا واخويا وهم وجماعه وياي 3 اخوه، يعني صرنا 5.
فواحد قعدنا، وهذه هو هذا المسؤول اللي كان يحقق ويانا، يريد يحقق ويانا، قال يابا ايش تشربون شاي قهوه؟ قلنا لهم ممنونين احنا، انا واخويا قلنا، هم قالوا يابا ما نشرب شيء، ممنونين احنا بالخدمه، تفضل سيدي هالشكل. فسالني الي انت وين ومحل؟ قلت له انا صاحب محل، واخويا كان طالب، علي كان طالب بالمركزيه، مدرسه المركزيه، احسن مدرسه موجود في بغداد. ايه فقال لنا روح، وثنين من اخوته هم ورانا، اجى بقى هو واحد من عندهم هيك كان يصيح يقول سيدي انا ابن العراق واني امي عثمانيه، وعلى هذا الحكي اللي يقوله. فهو بقى احنا طلعنا اربعتنا، طلعنا بقى حوالي يمكن ربع ساعه 20 دقيقه، بعد اجى يعني كنا انا بالجمل، كان ذابينا بجبل وانا صغير كذلك، جابونا غدا احنا ما اكلنا من عنده. لا ما كان، هاي نسيته. جابونا غدا، اول مره الغدا جابونا اياه لفات، كان بريحه كريهه، يعني اصلا من تشتم ماكو نفسك تلعب. بعدين الولد هم قاموا يصيحون، قالوا هذا الاكل جايف وما جايف. اجى المسؤول قال لهم منو جايب لكم هذا الاكل؟ هم ظاهر يعرفون منو جايب الاكل، جابه رزله قدامنا، قال ليش هذا الاكل يجيب لهم؟ روح جيب لهم اكل زين. ذبوه هذا الاكل، ذبوه بصراحه اقول لك. من جابوا الاكل الثاني بعد ما اكلنا، خفنا بصراحه، كليتنا ما اكلنا يعني. ايه يسممونه، وبعد تعرف طريقه حزب البعث، ايه هالشكل هذه. هذا اللي ولا صايره حوادث. ايه صايره، مثل سمموا جبار الكردي، جبار لكله رحمه الله على روحه، على اخوته 5 هم بهالطريقه قتلوهم. اخذونا يعني، وقفنا بالسره وجابونا سيارات وطونا كل واحد 25 دينار اتذكر. سفرونا دذبونا بخانقين، من خانقين حوالي 10 دقائق، بعدين قالوا لنا مشي روحوا انتم ايرانيين ولا تديرون وجههم، مسلحين هم ورانا، قالوا بس تديرون وجهكم نرميكم. لحظة لقاء الحاج حميد بعد وصوله إلى الجمهورية الإسلامية بشقيقه الحاج غلام بعدها محفورة بذاكرته، كذلك ما نسى ولا راح ينسى لحظة لقائه بوالده ووالدته. والله أنا التقيت بعائلتي طبعا 3 أشهر بقينا هناك، بعد ما سفرونا جابونا البروجرت، محافظة بروجرت. هذه الظاهر أخويا حجي غلام وأهلي يعني سكنوا بطهران، بس شنو بين يومين 3 أيام 4 أيام يعني يفترون على المخيمات، لأنه قبلنا حسوا يعني سامعين بأنه قاعد يسفرون الشباب. طبعا هذا نسيته، احنا بقى عندنا 22,000 شاب، هاي قبلهم قلت لك يا حكيته همينه، هذول ذوبوهم ماكو كل خبر عليهم ابد. هاي من بعدنا، احنا جبنا شانس يعني، باي كسرة السجن الظاهر ما ادري شلون دزونا، والا احنا يمكن من ضمن هذول. ايه ف يعني اخويا كان سامع، هو كان الاصغر، لا اكبر مني، حجي غلام اكبر مني، كان سامع جاي المخيم بروجرت، فسيارات كان يجيبنا يعني 18 نفر خلينا نقول عليه، فكل سياره هو كان يركض وياه ويصيح حميد وعلي وحميد وعلي لحد ما لحق بسيارتنا. بعدين قلت له عمي موجودين احنا، حجي غلام احنا موجودين تعال ورانا تعال. خطيه كان يتكلم بالسياره ومن الشباك، والله من الشباك طيب، وسياره دي يمشي طبع علينا يعني. ذاك ما انساه ابد، والله ابد، هاي اللقطه ابد ما انساه. والدتي بعد ما طبعا ذاك الوقت ما كان اكو موبايلات يعني، من جينا تفاجأت هي، بيتنا كان بطهران، من دقينا الباب اصلا تخربطت خطيه يعني. شو اقول لك، اذا اقول لك من فوق باستنا لحد الله اكبر يا هيك، مع الاسف والله. الوالده تعرف بعد شلون حنونه، وهذه والدهم رحمه الله على روحهم نفس الشيء. وتعرف انت الوالد والوالده شلون الابن لو البت يحرق قلبهم. حجي غلام راح
وخل راس حميد هنا، وحميد علي هم خل راس على. قال انتوا لا تفكرون احنا من اجت ابن عمي ابن عمي اجى عباس. طب جوا قال لك لعمه اعطيش خبر. قال شنو الخبر مالك؟ قال اني اعطيش خبر بان ما ولدش جايين. قالوا وين ولدي؟ قالوا بالحدود بروجد، حدود مال بروجد، مال حدود مال بروجد ولدك هناك. قالت لا. شنو بجيبك؟ طشريه. شنو بجيبها؟ هي طشرت بس امي تخربطت فت مره يعني ما صدقنا بيه. امي من تريد مثلا تريد تنام بس تبكي وتنام وتخلي الاكل، تخلي فراش يمها مخده مال علي، مخده مال حميد، مخده مال علي، مخده مال علي. كانت تخلي يوم لسه لا لما اشوف ولدي بعيني يلا اني ارتاح، اشوف ولدي اثنيناتهم يلا اني ارتاح. شلون شافت؟ شافتهم كلش هم جاوا شلون؟ صعب وهوايه صعب. اي شحكي صعب، كلش صعب، الناس تعرف كلش صعب، كلش. هم الناس من يشوفون شي اللي يفوتقوه من يجي رأسا شي يصير بيهم؟ يتأذون طبعا. احنا كلنا يعني تأذينا وبنشوفناهم. هم يعني قلنا يعني هم صحيح زينين. هذا هسه واحد هو قدامي يمي ذاك الاخ توفى بالكورونا راح اخوي الله يرحمه. تذكرين لحظه يعني شلون هم فتحوا الباب وطبوا عليهم؟ اي لا دقوا الباب. احنا من دقوا الباب ما كنا نصدق. ما شفناهم بعينهم، بعين ما شفناهم. امي خوت خربطت وبوست برجيناتهم براسهم بقلبهم، حطتها بقلبهم امي. كلش يعني تاثرتهم. بعد شحكي ما اقدر. كنتوا تسمعون باللي يأمرون بعض ما يرجعون؟ اي قالوا لنا كنتوا خايفين؟ طبعا، شلون ما نخاف. بعد سقوط نظام الطاغية بأشهر قليلة قرر الحاج حميد وأشقائه أن يسافرون للعراق مع عوائلهم. الشوق والحنين لبلدهم خلاهم يجازفون رغم خطورة الوضع تلك الفترة. بعد السقوط 2003 يمكن ب6 شهور انا رحنا طبعا عائله. احنا من جينا كنا 15 نفر ورجعنا حوالي 20-25 بس عائلتنا. 3 سيارات احنا نسميه كيا، ما ادري انتم شو تسموه هناك. هم نسوي كيا. اخذنا قبل رحنا شو يسموه، رحنا الكربلاء والنجف وزرنا وبعدين جينا لبغداد. انا عمي موجود ببغداد لحد الان موجودين هم. طبعا عمي توفى بس ولده موجودين. اي فجينا لبيتهم هم من الفرحه بعد عم عليهم والمنطقه مسمعوا واحنا جايين. الاصدقاء كليتهم يجوا يزارونا ويعني يعني هوايه يعني فد شيء مفاجئ لنا، فد فرحه اصلا ما يوصف. والله يعني بصراحه اقول لك يعني احنا يعني من طبينا شلون مثلا واحد تحس يخف قلبك ينفتح قلبك. والله يعني هالشكل صرنا. يعني ايش قد صار لنا تدري ايش قد صار لنا مزايري ولا رايحين ولا هذه. وبعدين يعني شو اقول لك يعني ما يوصف، والله ما يوصف بالقران. بقينا بيه حوالي ساعتين ونص بقينا بس هناك. انا كنت اروح ويا والدتي رحمه الله على روحها، يعني من كنت جاهل كنت اروح هي كل اسبوع لازم تروح تزور الحسين. ايه شلون ما اتذكرتها على بختك. حتى فات حتى نيابه عنها زرت. ايه كل اسبوع كانت تروح. هم يسموه اسبوعيه جماعتنا النسوان يسموه اسبوعيه. فهي كل اسبوع كانت تروح. يعني مثلا الجمعه من تروح ما عندي مدرسه انا كنت اروح وياها. رغم كل ما جرى للكرد الفيليين في زمن النظام البائد، ما زالت الحكومات العراقية المتعاقبة مقصرة في إعطائهم حقوقهم الشرعية. والأدهى من هذا أنه كثير من أملاكهم وعقاراتهم لحد الآن مغتصبة. الكرد الفيليين باختصار عاشوا الظلم والجور سابقا ويعيشون الحرمان حاليا. رحت والله على السجناء السياسية هيك بعدني ما منطيني.
ورحت للهجرة ومهاجرين سجلت هذا ال4 ملايين انطوني، بس على مود القاع يقولون انت لازم تكونين عائلة، ما منطين جنسية لابني بعده. اقدم يقولون هو ابني ما يجي وياي. اذا هنا مثلا اذا تقديم على مود الجنسية هيش ما منطيني، قلت بلكي ينطوني القاع على مود هذا الخاطر ابني، حتى احنا سوية اثنيناتنا انا وابني. يعني المشكله هسه انه ابنك ما عنده جنسيه فما يعتبر. اي طيب على الارامل ما يعني ايوه المرة هاي جنسيتي هنا ارمله، انا ما ينطيني شيء ابد. اقدم ما ينطوني شيء. اذا حجي مراد هو مثلا قلت له قال لي روحي ينطين، قلت له هذا اصدقائك الكراد الفيليه ايش ما ينطوني، والله كلهم هم يدرون شاهدين علينا. نجي وحده رحت قدمت على السجناء السياسيه. اي ايش قالوا لك؟ بعدني ما طالع اسمي مقدمه. يعني موافقين على المعامله بس بعدني لا ما طالع اسمي. هسه رحت هذا من جيت هالمره الاخيره قالوا قدموا على السجناء السياسيين، مسجل السجناء السياسيين، بعدني اسمي ما طالع. اي بغداد، رحت لبغداد. اللي يعني اللي اتمناه واللي ادعي من معالي رئيس الوزراء وبرلمان حكومة العراق المحترم أن يدزون وفد إلى إيران، يعني للسفارة العراقية لو مكان أي مكان في طهران يكون، حتى يحلون مشاكل الكرد الفيليين الموجودين في إيران. لأنه أكو ناس بصراحة أقول لك هسه الدينار عندنا حوالي 34 35 تومان يصير، هواية صعب. يعني أكو ناس ما عندهم مش مبلغ يجون يأمنوه ويروحون هناك ويصرفون، ومع تعرف المعاملات هناك يطول زين. فاللي أرجو من عندهم يعني يشكلون وفد يجون هنا، هم يفضون مال الهجرة والمهاجرين، هم السجناء، هم هذا الكارت مال الهوية الوطنية، شو يسموه انتو؟ ايه البطاقة الوطنية، هم يفضون البطاقة الوطنية. لأن اكو عندنا هسه شياب الله عوجية بيديهم، هذول من يروحون للحدود 8 ساعات، منا كمير اذا يروحون لبغداد قتشي 5 ساعات، هذا خطية بالطريق يموت ما يلحق بعد. فليرجو من الحكومة العراقية وبخصوص من رئيس الوزراء أن يدز وفد هنا حتى يفض مشكلة ومشاكل الكرد الفيليين والمسفرين الموجودين المهجرين الموجودين هنا كذلك، مو بس الكرد الفيليين الكل. عندي طلب ينطوني هذا القاع على مود ابني اسوي له يعني فد شيء حتى ارتاح اني وابني سويه، ارتاح نقعد سويه على مود هاي، بس هم يردون الا ابني وياي. هو انطوا الي شو عليكم من ابني؟ صح لو مو صح؟ وانتو شو عليكم يعني الا لازم تكونين عائله؟ خو انا عائله مبينه بنيه متزوجه ارمله ورجلي متوفى، باقي على 2.5 سنين عمره كان ابني، بس بقيت على هذا الولد. اذا مثلا يعطوني القاع فشي قاع اقل اقدر هناك اعيش، اقدم له جنسيه هناك ما ابقى. عندي ويا الكراد الفيليه مخصوصا، احنا كلش مظلومين الكراد الفيليه، تدري لو لا؟ يعني باي مكان نروح ما عندنا فد شيء، ايش ما عندنا، بس من يقولون كراد فيليه خلي يقولون ذول الكراد الفيليه. ليش؟ شنو يعني ذنبنا؟ شنو ذنبنا احنا الكراد الفيليه؟ شو مسوين يعني؟ ليش ماكو فد شيء لنا؟